السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا حياكم الله جميعًا. تخيل يا عزيزي إنك تترك أهلك وناسك وتقطع آلاف الكيلومترات عشان تدور الرزق، وتلقى نفسك في محطة مهجورة وسكوت يخليك تسمع دقات قلبك، وموتور كهرباء يغدر فيك في نص الظلام. والأدهى من هذا كله إنك تكتشف إنك ما أنت لحالك في هذا المكان. هذه قصة عثمان السوداني اللي عاش الرعب في عمله الجديد. خلونا نبدأ على لسان عثمان. أنا اسمي عثمان. قصتي بدت في الخرطوم، في بيت صغير مبني من الطين. كان يجمعني مع مرتي آمنة وعيالي الثلاث. كنت أشوف العيال يكبرون والطلبات تزيد واليد قصيرة. كنت أجلس كل مغرب عند باب الحوش، أطالع في السماء وأدعي يا رب افتح لي باب رزق أستر بها الصغار. في يوم من الأيام جاني خبر إن في فيزا عامل محطة في السعودية. ما كذبت خبر، بعت اللي وراي واللي قدامي وودعت أهلي بدموع حارة. ركبت الطيارة وفي قلبي أحلام كبيرة كبر الجبال. كنت أتخيل إني برجع ومعي فلوس أبني بها بيت من بلوك وأشتري الآمن الذهب اللي تستاهله. وصلت لجدة والحرارة ورطوبة استقبلتني، بس كنت مستانس. استقبلني الكفيل أبو فهد وقعدني في فندق يوم، وقال لي يا عثمان، محطتنا بعيدة شوي عن المدن بس رزقها طيب وهدوء. أنا قلت يا عمي أنا جاي للشغل ما يهمني المكان. ثاني يوم الصبح وقفت الديانة قديمة عند الفندق. السواق كان مصري، قال لي اركب يا زول. ركبت وبدينا نمشي. في البداية كنت أشوف القرى والمحطات العامرة. بعد ساعات بدت الأرض تفرغ من البشر. صرنا نمشي في طرق زراعية ترابها يغطي السيارة كأنك في وسط عاصفة. كنت أطالع في السواق، ملامحه ما تتغير، لا يسولف ولا يضحك. وكل ما سألته يعني لسه باقي كثير يا أخوي، أشر بيده قدام وقال قدامه. بدت الشمس تميل للغروب وبدت تظهر لي جبال سود، والأرض ما فيها إلا الشوك والعجاج. فجأة في وسط هالصمت شفت طلمبات بنزين مصدية وغرفة صغيرة واقفة الحالة تحت ظل جبل. وقف السواق وقال لي نزل أغراضك، هذه هي المحطة، وترى أبراج هنا ما فيه هنا ضلع ترقى فوق تجيك الشبكة. نزلت ورحت للموتور اللي وصلني عليه راعي المحطة. أول ما توصل يا عثمان شغل الموتور علشان الضوء. وفعلا شغلت الموتور ورحت لغرفتي وفتحتها وكانت مغبرة. وصرت أنظف. وبعد ما خلصت سويت لي عشاء خفيف وتعشيت ونمت هذيك الليلة نومة عميقة، نوم التعب. صحيت مع صياح الديكة اللي كانت عند المحطة. طلعت ولقيت الشمس تشرق على أرض ممتدة ما لها آخر. بديت أتعود على المكان. صار يومي يبدأ من الفجر، أصلي وأفطر وأروح أجلس عند طرمبات البنزين. أجلس تخيلوا بالساعات على كرسي الخشب، أطالع في الطريق البعيد أنتظر غبار سيارة يلوح في السماء. تمر ساعة وساعتين وأحيانا نصف يوم ما يمر علي إلا تريلات كبيرة اللي يهدي صياح مكاينها سكون المكان. ينزل السواق أعبي له ديزل، أخذ منه حساب ويسألني يا زول ما تمل لحالك هنا. كنت أبتسم وأقول الرزق يحب الصبر يا أخوي. كان روتيني عادي جدا، أخلص شغلي وأرجع لغرفتي أصلح غداي اللي كان غالبا تونة أو رز سادة. وفي العصر يبدأ مشوار اللي ينتظر طول اليوم، مشوار الظل. أشيل جوالي وأمشي ذيك المسافة إلين أوصل للجبل، وأرقى بين الصخور إلين يلقط إرسال. أكلم آمنة وأسمع صوت العيال وأحس إني لسه آدمي مرتبط يعني بالعالم. أرجع للمحطة مع غياب الشمس، أشغل لمبتي الوحيدة وأقضي ليلتي مع الراديو إلين يغلبني النوم. استمر الحال هذا تقريبا أسبوع كامل، هدوء روتين وشغل بسيط. كنت أقول في نفسي والله يا المحطة هذه هادية، والكلام اللي سمعته عن وحشة البر مبالغ فيه. لكن مع بداية الأسبوع الثاني بدأت الأمور تتغير.
وبدل الهدوء يقلب لشيء ثاني. في ليلة من الليالي كنت جالس في غرفتي والموتور برا شغال وصوته يملى المكان. فجأة بدون مقدمات الموتور بدأ صوته يتغير، تفتف كذا ثم سكت. طفى النور وصار المكان ظلام دامس لدرجة اني ما كنت اشوف كفي قدام وجهي. تخيل يا عزيزي في هذيك اللحظة السكوت اللي نزل على المحطة كان له ثقل يضيق النفس. قمت اخذت كشافي وفتحت الباب بطلع اشوف وش بلا الموتور. اول ما خطيت برا الغرفة شميت ريحة غريبة، ريحة تشبه ريحة بخور، ريحة ما لها دخل بالديزل ولا بالمكان. وجهت الكشاف على الموتور وفحصته ولقيت المفاجأة، سدادة الديزل كانت مفكوكة ومحطوطة جنب الموتور. استغربت اني انا متأكد اني مقفلها زين قبل المغرب. قلت في نفسي يمكن مع اهتزاز الموتور انفتح. سميت بالله وشغلته ورجعت لغرفتي. لكن في هذيك الليلة بديت احس بثقل في المكان. صرت لما اجلس عند طرمبات في النهار احس ان في عيون تراقبني من وراء جدران البيوت، بيوت الطين القديمة اللي تبعد عن المحطة كم متر. صرت مرتاح الا اذا طلعت يعني فوق ذاك الضلع وكلمت اهلي. ومع الوقت بدأ الخوف يتسلل قلبي حبة حبة. صرت أول ما أشوف قرص الشمس يغيب خلف الجبال أركض ركض للمحطة، أشغل الموتور وأدخل غرفتي وأقفل الباب بالزرفان، ما أفتح لو مهما صار. صرت أحس إن الظلام برا ما عاد هو الظلام عادي، صار ظلام يسكن لشيء مجهول. إلين جت هذيك الليلة سمعت صوت مشي برا. على طول فتحت الشباك وهنا كانت الصدمة. عجوز واقفة مقابل غرفتي تناظر فيني ما تتحرك. أنا تجمدت في مكاني ما قدرت أتكلم. قلت بسم الله وش ذا؟ من وين جت هالعجوز؟ قفلت الشباك وصرت أتعوذ بالله من الشيطان ونمت هذيك الليلة ما أدري كيف نمت. بعد هذيك الليلة اللي شفت فيها العجوز صارت حياتي عبارة عن حرب أعصاب. صرت أمشي في المحطة وأنا طالع وراي كل دقيقتين أحس بخطوات وراي بس ما أسمع لها صوت. كنت أصحى الفجر والضيق جاثم على صدري، أروح أشغل الموتور وعيني مو على الطريق، عيني على بيوت الطين. كنت أقول في نفسي يا عثمان أنت رجال مؤمن، وش اللي يخوفك من حرمة عجوز؟ بس المصيبة إنها ما تظهر لي في النهار أبد. النهار هدوء وحر، بس أول ما تبدأ الشمس تغيب ويقلب لون السماء برتقالي هنا يبدأ الرعب الفعلي. صرت أخلص شغلي قبل المغرب ساعتين، أقفل كل شيء وأحبس نفسي في الغرفة. والموتور كنت أعبيه فل عشان ما يطفي، بس كان يطفي عناد. والمشكلة إنه ما يطفي إلا في نص الليل. في ليلة من الأسبوع الثالث وأنا أقرأ في مصحف حسيت إن الغرفة صارت باردة لدرجة إن نفسي يطلع منه بخار، واللمبة بدأت تضعف وتقوى كأن في يد تلعب بالسلك. فجأة سمعت صوت حك الجدار، أظافر آدمي تحك على السمنت. تجمدت مكاني، الصوت تحرك لين وصل الشباك. رفعت عيني بشويش ولقيت أصابع نحيفة جلدها لاصق على العظم متمسكة بالشباك وتبي تفتحه. صرخت مين أنتم؟ اتقوا الله فيني. وبمجرد ما نطقت سمعت زفير طويل وراي. التفت لقيت الباب اللي كنت مقفل بالزرفان صار مفتوح على الآخر. الظلام برا يناديني. مر الشهر الأول ونحفت نص وزني، وجهي شاحب وعيوني غارت من السهر. كنت أبي أهرب بس أتذكر الديون في السودان ووعدي الآمنة فقلت بصبر. بديت أحاول يعني أصادق عمار المكان. صرت أحط صحن عشاء برا عند العتبة وأقول يا أهل الدار هذا عشاكم، سموا بالله واتركوا عثمان في حاله. تخيل يا عزيزي كنت أقوم الصباح ألقى الصحن نظيف كأن أحد غاسله. مرة لقيت جنبه خرزة زرقاء قديمة. العجوز صارت تتجرأ أكثر وبدأت تدخل معي الغرفة. أصحى وأحس بثقل على صدري كأن أحد جالس فوقي.
أشوف خيالها في الزاوية كورة سوداء منحنية وتطلع طنين في أذني. تخيل إنك تعيش مع ميت في غرفة واحدة لمدة شهرين. صرت ما أنام إلا والراديو بأعلى صوت عشان ما أسمع أنفاسه، حتى الضلع ما سلمت فيه. مرة وأنا أكلم أهلي لمحتها واقفة تحت في أسفل الجبل تحت شمس العصر، الأرض تحتها ممسوحة. هنا عرفت إن العلم تخطى حدود العقل. في ليلة طفى الموتور، قلت ما أنا بطالع، بنام في الظلام، وأنا مغمض سمعت همس عند إذني بالضبط، صوت حرمة كبيرة مبحوح يقطع القلب، تقول لي أرحل أرحل أرحل. فزيت وشغلت الكشاف وشفت كتابة مكتوب على جدران الغرفة بالغبار، كلمة واحدة: موت. هنا أنا انهرت، قمت أصيح وأضرب الباب: يا عمي، يا أبو فهد، يا عالم فكوني. ومع الفجر ركضت للضلع وكلمت كفيل وصرخت فيه. وهنا اعترف لي: يا عثمان، انت ثالث واحد يهرب، قبلك هندي هرب وهو يصيح، وبنغالي لفيناه ببطانية فاقد عقل. المحطة مسكونة بقبر العجوز اللي وراها، ما تبي غريب يسكن ملكها. ما استنيت كمالة السالفة، لميت أغراضي في 5 دقايق. وأنا طالع وأمشي في الدرب الطويل، التفت وراي للمرة الأخيرة وشفته واقف عند طرمبة الديزل. اختفت فجأة كأنها سراب. بعد ما طلعت من المحطة ونفسي يلهث، صرت أتذكر ذيك الرسمة اللي لقيتها للراجو، راجو اللي هو البنغالي. الرسمة كان فيها خيال العجوز بمخالبها. تدري يا عزيزي وش اكتشفت من كلام الكفيل ومن اللي سمعت عقب؟ راجو ما كان يبي يهرب، ما كان يبي يهرب وبس، راجو كان يحاول يصيد العجوز بكاميرا قديمة كانت معه. الكفيل يقول إن راجو في أيامه الأخيرة صار يكلم نفسه ويقفل على نفس الغرفة بالليل، ولا حتى يطلع يخدم الزباين. كان يقول الكفيل في حرمة تجي تطلب موية، بس لما أعطيها الكاس تذوب الموية في يدها وتصير رمل. تخيل عزيزي، وراجو لقى المسبح المكسورة اللي أنا لقيتها مدفونة، لقاها في أول يوم له تحت عتبة الباب، ومن يومها ما ذاق النوم. كأنه يحس إنها تميمة. لما انكسرت المسبح انكسرت معها أمانة. في ليلة هروبه الناس لقت سيارة واقفة عند الطرمبة، دق بوري وعلق على البوري، وراجو ما له أثر. لقيوه بعدها بيومين يهيم في البران، حافي وراسه مكشوف، وكل ما شاف ظل شجر صرخ: المخالب المخالب. أما البنغالي نور الدين فقصته هي اللي توجع القلب. نور الدين كان رجل هادي مطوع ويخاف الله، وما كان يعترف بالجن والخرابيط. تخيل يا عزيزي، نور الدين كان يسمع صوت بكاء طفل يجي من داخل تانك البنزين الفاضي. كان يروح يفتح الغطاء يلقى التانك ظلام وما في شيء، بس أول ما يقفله يرجع صوت البكاء يرتفع لين يصير ولولة. نور الدين هو اللي لقى قطعة الثوب اللي أنا شفتها في فتحة التهوية. الكفيل يقول إن لقيناها في ليلة ممطرة، جالس في زاوية الغرفة وعيونه مفتوحة لآخرها ولا ترمش، ويده ماسكة في فتحة التهوية بقوة لدرجة إن أظافره تكسرت وهو يحاول يتمسك بالحديد. ما كان يتكلم، كان بس يأشر على الباب ويطلع صوت من الحلقة كأن العجوز سرقت حتى صوت. لفيناه في بطانية ووديناه المستشفى، ومن يومها ما نطق بكلمة واحدة. صار يعيش في صمت قاتل، يصرخ بعيونه بس. بعد ما مشيت وابعدت عن المحطة استوعبت ان العجوز ما كانت تبي تذبحنا، هي كانت تبي ونيس. هي وحيدة في ذيك الخلة، كل ما جاء غريب حاولت تجره لعالمها. الهندي فقد عقله والبنغالي فقد صوته، وانا الحمد لله اني طلعت بقصتي وبقايا عقل، عشان احذر من كل من توسل له نفسه يوقف عند ذيك الطرمبات بعد غياب الشمس. تخيل عزيزي وانا امشي في الطريق تذكرت نظرات ابو فهد يوم جيت اسلم المفاتيح. كانت عيونه مليانه ندم بس فيها خوف غريب،
كأنه مو خايف مني، خايف علي أو خايف من شيء واقف وراي. سألته: يا عمي أبو فهد، أنت ليش سويت فيني كذا؟ ليش ما قلت لي من البداية لما كان فيه بلاء؟ نزل راسه وسحب نفس كأنه شايل جبل على صدره، وقال لي كلمة جمت الدم في عروقي: يا عثمان، المحطة هذه مو بس رزق، المحطة هذه كفارة. تخيل عزيزي، طلع أبو فهد وهو ولد ذيك العجوز. المحطة هذه انبنت فوق أرض بيتهم القديم، وأمه رفضت تطلع من البيت يوم جتها الإزالة. ماتت قهر وحسرة وهي جالسة في غرفتها اللي هي غرفتي الحين. أبو فهد كان يبي يرضيها، فبنى المحطة في نفس المكان، بس أمه ما رضت، صارت تطرد كل غريب يدخل مكانه، كأنها تقول لولدها: هذا مكاني ولا أحد يشاركني فيه. أبو فهد كان يدري أن العمال ينحاشون، بس كان يملأ المكان عمال لأنه يخاف يخلي المحطة فاضي، كأنه يحس أنه إذا ما فيها أحد في الغرفة أمه بتطلع له في بيته وبين عياله. كان يضحي فينا عشان يفتك من شرها ويحبسها في ذيك المحطة المقطوعة. قل يا أبو فهد ونبرة صوت تكسر الصخر. كل ليلة يطفي فيها الموتور يا عثمان أدري أنها هي اللي تطفيه. تبي تذكرني أنها إلى الحين موجود وللحين زعلان. طلعت من عنده وأنا أحس بمرارة. المحطة هذه مو مجرد مكان مسكون، هذه سجن لأرواح تعبت من الظلم. أبو فهد كان السجان اللي يرمي لنا اللقمة عشان نسكت الوحش اللي كان ساكن داخلها. وهنا يا جماعة، بعد ما سمعتوا اللي صار لعثمان في هالمحطة، لازم نوقف وقفة صراحة ونتساءل عن كم حاجة تحير. هل الأرواح تطلع من القبور؟ شرعا وعقلا الروح بعد الموت تروح البرئة، لكن اللي شافه عثمان كانت روح العجوز فعلا. كثير من المفسرين والمهتمين بما وراء الطبيعة يقولون أن اللي يظهر هو قرين الشخص، أو جني يتشكل بصورته لأنه سكن المكان وتطبع بطباع صاحبه. فهل تعتقدون أن المحطة كانت مسكونة من الأساس قبل موت العجوز؟ المكان المسكون. ليش المحطة بالذات؟ عثمان لقى رسمة رجل هندي ولقى بقايا ثوب البنغالي. فيها أماكن في الواقع، بس في القصص يشاع أنها ترفض الغرباء. هل هذا بسبب طاقة سلبية قديمة، ولا لأن المكان صار فخ مثل ما وصف عثمان؟ قصة عثمان مو مجرد حكاية للتخويف، هي دروس وعبر لازم كلنا ننتبه لها. ودي أختم معكم بهذه النصيحة: حصن نفسك قبل مكانك. عثمان كان يقول: أنا رجل مؤمن، وهذه هي القاعدة الأولى. الإنسان لما يروح المكان مقطوع أو غريب، السلاح الأول هو أذكاره وتوكله على الله. لا تستهين بكلمة بسم الله في أي خطوة، لأنها هي اللي تحصن، وهي الحاجز بينك وبين عالم ما تعلم عنه شيء. الحاجة مرة بس الصحة أغلى. شفنا كيف عثمان صبر شهرين عشان ديونه وعشان آمنه. لكن النصيحة هنا: إذا حسيت أن راحتك النفسية وعقلك بدأ يأثر، اهرب بجلدك. المال يروح ويجي، لكن العقل إذا ذهب مثل ما صار للهندي والبنغالي ما يرجع. كلمتي الأخيرة لكم يا إخوان: الخوف شعور إنساني، والجن حقيقة ذكرها القرآن، لكن تذكروا دائما إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا تخلون القصص هذه تزرع فيكم الرعب، بل خلوها تزيدكم تمسك بذكر الله والوعي. سؤالي لكم في الختام: هل مر عليكم موقف حسيتوا فيه أن المكان هو اللي يرفضكم والناس، وكيف تصرفتوا؟ كان معكم محمد رموذ في نهاية الكلام. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.